رسميا فريق الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب دافيد فضلو، المدرب المساعد السابق اللي كان مع زيمباور في الفتره ديال الدوبلي اللي دينا فيها القاب بدون خساره. هذيك الفتره اللي عرفت واحد الانتعاش كبير، حتى اللاعبين كانوا في واحد المستوى اللي طالع. بزاف الناس كيتفائلوا بعوده هذا المدرب، ولكن بعض الجماهير غير راضيه على هذا المدرب، والانتقادات بزاف. كاين اللي كيقول لك ناقص، كاين اللي كيقول لك الشاب احسن منه، وهذا مشكل كبير. ما بغيناش الجماهير تنقسم. الهدف ديالنا حنا هو ندعموا اي واحد كيجي للرجاء، حيت المجلس الاعلى لفريق الرجاء هو اللي استقر على هذا الاسم، هما اللي دعموه، هما اللي انتخبوه. اذا حنا ما علينا ان ندعموه ونشجعوه في المباريات اللي جايه. لا مشى معنا مزيان راه حنا هكاك، ما مشاش راه حنا غنتاقدوه. كيف ما زيمباور نهار جا في البدايه راه ما كانش معروف، والراجل اللي بينته وكانوا اخطاء في البدايه. كان كيلعب ب 4-4-2، من بعد تبدلت الخطه ديالو، من بعد ولات واحد النزعه هجوميه. شوف، المدرب اللي كيكون عنده التكتيك ومدرب كيكون كبير راه كيتبدل، وبزاف الحوايج كيتطوروا. ولكن ملي كيكون مدرب ضعيف راه كيبقى ضعيف، كيبقى ضعيف، ما كيتبدلش. والرجاء راه اي مدرب كيجي كينجح فيها. علاش؟ حيت كاع الظروف واي حاجه كيتهيئ ليه وكيوجدوها ليه باش داك المدرب ينجح. ونتمناو خير، وان شاء الله. راه المدرب عنده جوج مباريات، عنده مباريات اللي غتكون نهار الاحد ضد الدفاع الحسني الجديدي في الجديده، والمباريات اللي من وراها غتكون يوم الجمعه ضد المغرب الفاسي في دونور، ومن وراها غيكون واحد التوقف الدولي. اذا المدرب عنده جوج مباريات وعنده توقف الدولي، عنده الوقت فين يخدم وفين يوجد. ونتمناو خير وكل الدعم، وتحياتي لكم.